عندك مريح ربي يبارك لكل مؤمن، ما ترضاش السومه يرجع لداره نورمال عادي، وبيع الدار راه ما كانش كيفه. بصح السوق راه هو البوابه. يجيني من نقر انا صباح جاي لهنا الاجتماع جايب هوليكسو كما قال خويا حميدي خليفه، الدقله دارت 13000 غدوه دوك يقول لي 10000. هاو جاي يدور في البلاد. انا جاي لهنا هما جايين بالهوليكسات، ساعات يدوا في النهار لا يشتي يروح يفرغ ويجي. والله بالنهار يجوا يخطبوا بالفايشتين، يجيك الصباح يروح يبيع يعاود يجيك مع القوايد، يعاود يسترجي ويعاود يبيع الصباح غدوه يجيك فاس، خاطر سوقهم يومي. بصح كي نتحكموا حنا يا خوتي حنا راه السوق نتاعنا حنا اللي دارنا الفلاح البسيط كما قال لك عمي باع الاول باع ب 6000 صح، ما عندوش واش يصرف. حتى التمر يا جماعه الدقله بيضاء هذه راه ما فيهاش الرقيقه ولا الحمراء ولا الخشينه ولا. بالنسبه للمستهلك الافريقي منا راهو ما يفرقش بين الانواع. شكون اللي راهو قاعد يفرق لنا هذا التاجر الطفيلي اللي دخل بيناتنا هذا باش يحس لك ركايبك، يقول لك هذه راهي رقيقه، هذه راهي حمراء، هذه راهي كذا، هذا راهي كذا، باش يهبط لك السوق. ما عندناش منافس احنا في التمر هذا، لا تنافس لا السعوديه لا العراق لا وحده، سوقنا وحده. لماذا انا ينبيع ب 10000 الدقله بيضاء وتدخل للنيجر منه تلحق ب 60 70000؟ هيا من 10000 ل 70000 كاين 60000 كل وين راحت هذيك. تاجر المولديه فهم شرى عليك ب10 وراح باع للجروسيست اللي شاد في تقرت ولا في ورقله راهو باع له ب 12، راهو عطيه 1000 ولا 2000. هذاك راهو باع للتاجر اللي عنده ريجيستر ومتعامل اقتصادي مسمينه وعنده عقود مع اخرين في النيجر، دي جرونتات في النيجر وفي بوركينا فاسو وفي مالي وفي عنده معاهم دايرين له هامش ربح كبير. هو قاعد بالتليفون النقل يجيه السلعه تجيه مريقله كذا. وهل 60000 هذه يا جماعه راك اعطيتها انت لناس اخرين ما يستاهلوهاش. انا قلت نحدد السعر نتاع 3 اصناف هذا، 3 اصناف هذو نحددوهم ما بين 15 و20000، لان كاين الغرس الرقيق وكاين الخشين. الدقله بيضاء كيف والصيفي كيف نحددوها ما بين 15 و20000. اما الفرازه والشمروخ هاي من فوق 20000. فهموا وتفاهموا معاه. والسومه حددنا من 15 في الفوق، بس سلكك تقول عندك فايده من 15 في الفوق السومه. ما كاش تاع السوم قال اخويا الدقله بيضاء ب 15، خلي يدي ولا خليها ما ديها السوق هذه ديها السوق. احنا السنه اللي فاتت يا جماعه كان واحد هنا معنا بالتليفون تاعنا هنا السيد كلمه بالتليفون قال لي حق لي ب 50000. كيفاش تبيع ب 7000؟ هو قال لي حق لي ب 7000. الغرس حوالي 7764 معناها 7800. الغرس الكيلو معناها 780,000. هذه مصاريف وخساره هذه للعام للواحد. بالنسبه لدقله نور الدقله بيضاء 6854 حوالي 6700 معناها 670,000. هذه خساره يعني معناها في وقتها، هذه الخساره اللي دارت. في اطار البرنامج الجديد واللي الفلاحين رايحين يستفادوا بشيء كبير في جميع الميادين، وبالتالي تشكر نتاعي لهذا المكتب الجديد اللي يقوده كنزون الطاهر في هذه الانطلاقه اللي هي انطلاقه اولا تنظيم الحراسه، ومن الحراسه الى التجاره، وثم مازال نتلاقاو في كثير من الملفات اللي هي تهمكم وتهم الفلاحين بصفه عامه، وامورنا يعني كلنا حتى تنطلق الفلاحه من جديد وتولي تفتح المعامل ونشجعوا الناس. وانتم راكم تسمعوا في وزير الفلاحه في اطار الاذاعات وفي اطار التلفزيونات يتكلم على حتى داير نداء لكل الناس من هو حب يستصلح يهبط الى الصحراء. وبالتالي في هذا الاستصلاح بدا بنا تكونوا انتم الولاء، تكونوا انتم الولاء اللي تاخذوا الاراضي وتاخذوا يعني القروض وتاخذوا الدعم لتطوير الفلاحه في هذه الولايه نتاع اللي تسمى ولايه المغيه. اليوم نثمن المجهود اللي يقوم به الاتحاد الفلاحي، خاصة المكتب البلدي لبلدية جامعة، ونتمنى هذا
استدارة تعم على كامل تراب الدائرة، وإن شاء الله يخرجوا بنتيجة مجدية في تثمين التمور تاعهم وتحديد الأسعار، وإن شاء الله خريف آمن لجميع الفلاحين إن شاء الله يا رب.